السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي منوين تشتركوا في القناه، وانتم بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. اشتغلنا مع بعض كل المخللات اللي احنا هنشوفها دي، وقلنا نلحق نعملها قبل رمضان علشان لو في اي غلطه وقعنا فيها نلحق نعملها. الغلطات المعروفه والمتعارف عليها في الترشي كالاتي: ممكن بعد ما نيجي خلاص استوى قدامنا نيجي ناكله نلاقيه مر. المر ده يبقى الملح بتاعنا كان قليل. نعمل ايه؟ نجيب شويه ميه من المخلل دول تاني ونحطهم في اي حاجه برضه نكون معقمينها كده كويس، ونحط عليها شويه ملح ونسيبهم كمان يومين وندوق، هيظبط معانا. الحاجه التانية ممكن نفتح نلاقي ريم، ما تقلقوش، مش معنى كده ان الترشي باظ، لا، هنشيل ريم فوق الوش، هنجيب شويه زيت وشويه شطه هيمنعوا لنا ريم وهيمنعوا كل الحاجات دي خالص انها تتكرر تاني. وعاده لما نيجي نعمل الترشي بتاعنا نحاول نحط قش ليمون او اي حاجه نضغط بيها ونكبس علشان ما يدخلوش هوا. هي دي النقطة، نلف بستريتش، نحط كيس بلاستيك، كل الحاجات دي هتفرق معانا جدا. طيب نيجي لأهم حاجة وهي تعقيم البرطمانات. تعقيم البرطمانات كالآتي يا جماعة: يا إما بنجيب حلة ونحط فيها مية مع الغطيان كلها ونحطهم يغلوا مع بعض على النار، يا إما على أي بخار، مثلا بنسلق مكرونة فالبخار بتاعها نقلب البرطمانات لمدة 20 ثانية هيعمل بخار. طبعا البخار ده هيتحول لمية، نسيبه لما ينشف خالص كده، وبعد كده نبتدي نحط المخلل بتاعنا، يا إما في الميكرويف من حوالي دقيقة لدقيقة ونص ونعقم البرطمانات بتاعتنا. طيب نيجي بقى لإيه؟ للمية بتاعت التخليل بتاعتنا. نصيحتي ليكوا الأبدية دايما: اغلوها الأول وسيبوها تبرد، تفرق معاكم جدا. هاتوها مية من الفلتر، حطوها في الكتل أو في حلة على النار تغلي، نحط الملح بتاعنا عادي ونسيبه يبرد تماما، هتطلع معاكم الترشي نقي